السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. مرحلة جديدة من الكورس وهي المرحلة الأخيرة، وهي إن احنا هنتكلم أكتر على الإيوكاريوتكس. اللي فات كان بنتكلم عن حاجات هي in general موجودة في الترانسكريبشن في الإيوكاريوتيك أو البروكاريوتيك، وكان في حاجات هي specific للبروكاريوتيك بس. والمرة دي في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن حاجات تخص الإيوكاريوتيك بس. وعشان كده الحلقة بتاعت الانترودكشن بتاعت البارت ده من الكورس عنوانها Transcription in Eukaryotics differs أو different from bacterial transcription in several ways. في اختلاف في differences ما بين الإيوكاريوتيك transcription والبروكاريوتيك transcription. الاختلافات دي في حاجات معينة لسبب بسيط جدا، لانه الإيوكاريوتكس it's more complex than البروكاريوتكس. فاحنا هنتكلم على الاختلافات دي. العملية in general اللي شرحناها في الحلقات اللي فاتت اللي هي initiation elongation termination، دي عملية ثابتة كده كده هتحصل في البروكاريوتيك او الإيوكاريوتيك، وحاجات كتير قوي شرحناها هي in general ثابتة، ولكن في حاجات كتير قوي فيها اختلافات. اولا بما اننا بنقول الإيوكاريوتكس more complex than البروكاريوتكس، فاول اختلاف عندنا، وزي ما قلنا ان الحلقه دي introduction للاختلافات، وبعد كده هنمسك كل حاجه هنشرحها في الحلقه دي ان شاء الله هتتشرح بالتفصيل في الحلقات اللي جايه. ولكن تعالى ان جنرال ناخد كده نظره على الاختلافات. اول حاجه انه الترانسكريبشن في الإيوكاريوتكس بيحصل جوه النيوكليوس اللي هي اصلا مش موجوده في البروكاريوتكس. ادي اول حاجه. في البروكاريوتكس الترانسكريبشن بيحصل في السيتوبلازم عادي، ياخد جنب كده والدي ان ايه سايكلد موجود جوه مثلا حاجه زي البكتيريا، يحصل ترانسكريبشن وبعدها يحصل ترانسليشن، والترانسكريبشن والترانسليشن بيحصلوا في نفس المكان، الاثنين في السيتوبلازم. ولكن الترانسكريبشن هنا في الإيوكاريوتيك اولا بيحصل في النيوكليوس، وعلى عكس البكتيريا انه الإيوكاريوتكس الار ان اي ترانسكريبت. خلينا اشرح لكم الحته دي بالرسم كده. تعالوا نتخيل ان دي البكتيريا وده كده الدي ان ايه. اوكي، هو غالبا بيبقى سايكلد كده، وعمليه الترانسكريبشن نتخيل ان في ار ان ايه طالع من هنا، بيحصل الترانسكريبشن، وفي نفس اللحظه هتلاقي الريبوسومز ماسكه في الار ان ايه اللي لسه طالع دلوقتي، وبتبدا يتعمل لها ترانسليشن عشان تكون في النهايه البروتين. انت متخيل معايا ايه اللي حاصل؟ هتلاقي ان ادي الدي ان ايه اللي هو بالاحمر، والار ان ايه اللي هو باللبني، والريبوسومز اللي هو بالاصفر، كلهم associated to each other. تلاقي الار ان اي بوليمريز ماسك في الدي ان ايه وبيعمل الترانسكريبشن، وتلاقي الريبوسومز ماسك في الار ان ايه وبيعمل الترانسليشن. في الإيوكاريوتكس ده ما بيحصلش. اللي احنا شايفينه في الرسمه ده مش بيحصل، لانه اسمه ايه ده يا ربي، الترانسكريبشن بيحصل في حته والترانسليشن بيحصل في حته، وبالتالي الريبوسومز اصلا مش موجوده في المكان اللي بيحصل فيه الترانسكريبشن اللي هو النيوكليوس، وبالتالي لازم الترانسكريبشن يحصل وبعد كده الترانسليشن بيحصل بعده في مكان تاني اصلا. ده من بدايه الاختلافات اللي ما بينهم. عشان يحصل ترانسليشن للار ان اي زي ما احنا قلنا، لازم الار ان اي يحصل له موف اوت، يطلع بره النيوكليوس ويهاجر الى السيتوبلازم. ليه يهاجر الى السيتوبلازم؟ عشان السيتوبلازم فيها الريبوسومز اللي هي هتعمل ترانسليشن للار ان اي. ادي ده اول اختلاف ما بين البروكاريوتيك والإيوكاريوتيك. تاني اختلاف انه في الإيوكاريوتكس الترانسكريبشن بيحصل
عن طريق ثلاثة separated forms from RNA polymerase. ال RNA polymerase اللي كان موجود في البكتيريا بنسخة واحدة بس موجود في الإيوكاريوتيك عن طريق 3 فورمز. ال3 فورمز 3 بروتينات مختلفين، RNA polymerase 1، RNA polymerase 2، RNA polymerase 3، والثلاثة بيعملوا فانكشنز مختلفة. الثلاثة بيعملوا ترانسكريبشن ولكن بطريقة مختلفة بأهداف مختلفة هنعرفها في الحلقات اللي جاية. ولكن في البكتيريا هو single form of RNA أو single form of RNA polymerase بيعمل عملية الترانسكريبشن. ده تاني اختلاف ما بينهم. الحاجة الثالثة هي انه الانيشيشن بتاع الترانسكريبشن. اتفقنا ان عملية الترانسكريبشن هي 3 خطوات: initiation، elongation، elimination. termination اسف. الانيشيشن بقى اللي هي اول خطوة عشان البوليميريز يمسك في الدي ان ايه ويبدا عمليه الترانسكريبشن. في حاجه اسمها كروماتين فايبر، اعتقد كلنا عارفينها وشرحنا جزء منها قبل كده. والكروماتين فايبر دي عباره عن انه النيوكليوسومز، وهي عباره عن بروتينات بتبقى ماسكه في الدي ان ايه. تعالوا نشرح كده بالرسم. ادي اهو الدي ان ايه، تمام. في بروتينات عشان تصغر حجم الدي ان ايه دي بتقوم ماسكه في الدي ان ايه. يبقى هي عباره عن 4 بروتينات كده، طبعا انا هرسمهم كروكي. ال4 بروتينات دول بيمسكوا في الدي ان ايه، بيشكلوا حاجه اسمها كروماتين فايبر. عشان تحصل، عشان الار ان اي بوليميريز يجي يمسك في الدي ان ايه هنا، لازم الفايبرز دي تتفك، فبنسميها عمليه الانكويلد. تو بي انكويلد. انكويلد يعني البروتينات تتفك من على الدي ان ايه عشان الار ان اي بوليميريز يخش يعمل ترانسكريبشن ويبقى اكسسبل، او الدي ان ايه تبقى اكسسبل للار ان اي بوليميريز. عشان يمسك في الدي ان ايه لازم البروتينات دي تتفك. ودي دي حاجه مش موجوده في البكتيريا. في حاجه شبهها موجوده في البكتيريا، ولكن اكزاكتلي البروسيس دي بالشكل ده بالاسماء دي بالبروتينات دي مش موجوده في البكتيريا. فعشان يحصل ترانسكريبشن لازم البروتينات دي تتفك من على الدي ان ايه ويخش الار ان اي بوليميريز يبدا يعمل ترانسكريبشن. العمليه دي بنسميها كروماتين ريموديلنج. ليه ريموديلنج يا محمد؟ لانه اصلا احنا هنبدا تاني نرسم الرسمه دي كده، اللي هي اصلا رسمه كروكي شكلها وحش جدا. تعالوا نتخيل ان البروتينات ماسكه، البروتينات بتمسك كده في الدي ان ايه 4 بروتينات، وبعد كده يبقى الدي ان ايه اكسسبل للار ان اي بوليميريز. بعد ما يحصل الترانسكريبشن تبدا البروتينات دي ترتبط تاني، فبيحصل ريموديلنج، تتفك البروتينات، يحصل ترانسكريبشن، ترجع البروتينات تاني عشان تباك الدي ان ايه. دول اول 3 اختلافات موجودين في الفرق ما بين الايوكاريوتيك ترانسكريبشن والبروكاريوتيك ترانسكريبشن. تعالوا نروح على الاختلاف الرابع، واللي هو برضو ريليتد بالانيشيشن اوف اند ريجوليشن اوف ترانسكريبشن في الايوكاريوتيك. العمليه بتاعه الترانسكريبشن في الايوكاريوتيك اتس مور اكستنسيف، او بتطلع more extensive interaction between السيس اكتين sequences. واللي متابع معايا الحلقات هيعرف ايه هي السيس اكتين sequences. على سبيل المثال من الامثله بتاعت السيس اكتين sequences اللي هي البروموترز اللي اتكلمنا عنها في حلقات سابقه او حلقات فائته. وايه اللغه العربيه اللي انا بتكلم بيها مش فاهم، حلقات فاتت. المهم السيس اكتين اللي هي sequences زي البروموتر، والترانس اكتين بروتين فاكتورز اللي هي زي الترانسكريبشن فاكتورز بيحصل مور اكستنسيف انتراكشن. مهم جدا ان هو يحصل، ما كانش بيحصل في البكتيريا. تعال نتكلم بالتفصيل شويه. على سبيل المثال في البكتيريا اهم حاجه قلنا عليها في عمليه الانيشيشن اوف ترانسكريبشن حاجه اسمها السيجما سب يونت او السيجما فاكتور. اتكلمت عنها في الحلقات اللي فاتت في البروكاريوتيك وقلت انها مهمه جدا 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 لعمليه الانيشيشن، وان بمجرد ما بيحصل ان السيجما فاكتور تمسك ويبدا الانيشيشن تمسك في الدي ان اي سيكونس ويبدا الانيشيشن بتاع الترانسكريبشن، بتتفك السيجما سب يونت وتخرج من عمليه الترانسكريبشن والار ان اي بوليميريز بيكمل. فهي عمليه او يونت موجوده مهمه جدا في الار ان اي بوليميريز عشان يبدا الانيشيشن بتاع او يبدا عمليه النسخ. only sigma subunit required to bend the promoter and initiate the transcription factor. بس هي السيجما سب يونت موجوده
هيبدا الانيشيشن بتاع الترانسكريبشن، والسيجما سب يونت هتمسك في الدي ان اي سيكونس اللي هو السيس اكتين دي ان اي سيكونس اللي هو بروموتور، ويبدا يحصل ترانسكريبشن. ولكن في الايوكاريوتيك قال لك لا 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 لا, لا. مش بس السيجما سب يونت، ده في حاجه اسمها جنرال ترانسكريبشن فاكتور، هنتكلم عنها في الحلقات اللي جايه بالتفصيل، مش بالتفصيل قوي ولكن هنتكلم عنها باكثر تفصيلا. مطلوبه جدا 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 عشان ترتبط بالبروموتور، ادي اول حاجه. ريكروت تطلب او ريكروت بالعربي يعني تجيب الار ان اي بوليمريز عشان يمسك في الدي ان اي سيكونس وتانيشيت الترانسكريبشن. اذا الجنرال ترانسكريبشن فاكتور وهنتكلم عنها في الحلقات اللي جايه ونعرف يعني ايه ترانسكريبشن فاكتور. هي الجنرال ترانسكريبشن فاكتور هي عباره عن ترانس اكتين بروتين فاكتورز اللي هو احنا اللي هي هنا دي، ده تعرفها نتكلم عنها ونتكلم على اكزامبلز وقد ايه هي بتساعد مش بس في انها تانيشيت الترانسكريبشن ولكن تريجوليت الترانسكريبشن. الترانسكريبشن فاكتورز مهمه جدا عشان نعمل ريجوليشن للترانسكريبشن، ننظم عمليه الترانسكريبشن. بالاضافه الى انه البروموتورز في حاجات ما اتكلمناش عنها قبل كده زي السيس اكتين، اذر سيس اكتين زي البروموتورز، ولكن حاجه اسمها الانهانسر والسايلنسر وهنتكلم عنهم في الحلقات اللي جايه. ولكن ان شورت الانهانسر عباره عن سيكونس موجود قريب من الجين ممكن يتحكم او يريجوليت في زياده الترانسكريبشن، والسايلنسر وظيفته عكس وظيفه الانهانسر، والاثنين بيكونوا موجودين قريبين من الجين او بعاد عن الجين، ولكن هدفهم هما الاثنين ان هم يعملوا ريجوليشن للترانسكريبشن او عمليه الترانسكريبشن. وده مهم جدا لان هو يا يزود الترانسكريبشن يا يقلل الترانسكريبشن بالاضافه لمساعده الترانسكريبشن فاكتور. اخر حاجه تقريبا وهي انه البكتيريا في عمليه الترانسكريبشن هي عباره عن معتمده اعتماد كلي على الهير بين سكندري ستراكشر. ولكن في الايوكاريوتيك الترمينيشن شويه معقد لان كل حاجه في الايوكاريوتيك معقده عن البروكاريوتيك، على عكس البكتيريا ان هو جاست الهير بين سكندري ستراكشر هو المسؤول. لا، ده في فاكتورز ثانيه في الايوكاريوتيك وهي عباره عن مجموعه من بروتين كودينج جينز، بروتينز بتمسك في سبيسيفيك سيكونسز في الدي ان اي عشان تكسر عمليه الترانسكريبشن او تكسر الترانسكريبت وتطلعه عشان يخش على العمليات اللي بعده، او يحصل ديسوسيشن ما بين الار ان اي بوليمريز والدي ان اي تمبلت، وبالتالي تحصل انتهاء لعمليه الترانسكريبشن. يبقى في بروتينز معينه محدده بترتبط بسيكونسز معينه ومحدده في الدي ان اي عشان تنهي عمليه الترانسكريبشن. الفرق رقم 6 انه في الايوكاريوتيك اول ترانسكريبت بيطلع من عمليه الترانسكريبشن بنسميه بري ام ار ان اي. بري ام ار ان اي اسمه كده. ليه بري ام؟ ليه مش ام ار ان اي؟ لان هو بيخضع لعمليات معقده جدا بنسميها البروسيسنج عشان يتحول الى ماتيور ام ار ان اي او يتحول الى ام ار ان اي قادر على عمليه الترانسليشن او لو قدر على انه يحصل له ترانسليشن. ولكن البري ام ار ان اي دون بيحتوي على بعض المعلومات الغير مهمه في عمليه الترانسليشن، وبالتالي محتاجين نعمل له بروسيسنج عشان يبقى ماتيور ام ار ان اي ويبقى بيحتوي على المعلومات المهمه فقط. وهنشرح الجزء ده بالتفصيل. شايف الحته دي كده؟ دي هتاخد مننا يعني معظم الحلقات. واحده من ضمن الحاجات دي اللي هنشرحها برضو في الحلقات اللي جايه انه الار ان اي اللي بيطلع اماتيور او بري ام ار ان اي بيتركب له كاب وتيل عباره عن سيكونسز بتركب في مقدمه الار ان اي وفي نهايه الام ار ان اي، وبيحصل دي حاجه ثانيه ريموف لبعض السيكونسز اللي موجوده جوه الار ان اي اللي هو بري ام ار ان اي عشان يطلع لنا الماتيور ام ار ان اي. الرقم 6 دي بالنسبه لي هي اهم اكتر حاجه هنشرحها في الحلقات اللي جايه. هتاخد لنا مثلا 3 4 حلقات. الكاب والتيل ممكن تاخد حلقه، والريموفال الانترنال سيكونسز او الانترونز هتاخد لنا من حلقتين 3 برضو. فاينلي عمليه الترانسكريبشن في الايوكاريوتيك هي عمليه highly regulated.
بتحدد حاجات كتير قوي. which DNA sequence are copied into RNA and when and how frequently. ده ملخص تقريبا الحلقه بتاعتنا. من الحلقه اللي جايه هنبدا نتكلم على initiation of transcription in eukaryotic. نرجع تاني بس نلخص الحلقه بسرعه كده. دي الحلقه اللي فاتت مالناش دعوه. اول حاجه الترانسكريبشن في الايكاريوتيك بيحصل في النيوكليوس على عكس البكتيريا اللي هو بيحصل في السيتوبلازم. تاني حاجه الترانسكريبشن في الايكاريوتيك بيستخدم او بيحصل عن طريق 3 فورمز اوف ار ان اي بوليمريز. البكتيريا بيحصل جاست سنجل فورم. تالت حاجه انه عشان يحصل اكسس للار ان اي بوليمريز ان هو يخش يعمل ترانسكريبشن لازم يحصل حاجه اسمها ريموديلنج. الريموديلنج عباره عن ان هو احنا بنفك البروتينز اللي هي مرتبطه بالدي ان ايه اللي هي بنسميها نيوكليوسوم كويلينج عشان لما نفكها يبقى الدي ان ايه اكسس للار ان اي بوليمريز. رقم 4 وهو الانيشيشن بتاع الترانسكريبشن في الايكاريوتيك مور اكستنسيف interaction بيحصل more extensive interaction between السيس اكتين زي البروموترز والترانس اكتين زي الترانسكريبشن فاكتور وزي السيجما فاكتور. اوكي. رقم 5 انه الترمينيشن بتاع الترانسكريبشن مش بس معتمد على الهيربين سكندري ستراكشر. الهيربين سكندري ستراكشر could happen في الايكاريوتيك ولكن كمان في بروتينات معينه بتستخدم عشان تنهي الترانسكريبشن وفي دي ان اي سيكونسز معينه بتستخدم عشان تنهي الترانسكريبشن في الايكاريوتيك. مش بس كده الار ان اي اللي بيطلع مش هو الار اللي بيطلع من عمليه الترانسكريبشن في الايكاريوتيك مش هو الار ان اي اللي هيحصل له ترانسليشن. ده احنا بنسميه ام ار ان اي وبيخضع على عمليات بروسيسنج كتيره عشان يتحول الى ماتيور ام ار ان اي له القدره ان هو يحصل له ترانسليشن جوه السيتوبلازم using الريبوسومز. شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه والسلام عليكم.